أسباب وتفاصيل وفاة الفنان العراقي براق المهنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استدرجوه والد زوجته وشقيقها وقتلوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أفاد مصدر أمني بمقتل الفنان براق المهنا بنيران شقيق زوجته نتيجة خلافات عائلية في منطقة الزعفرانية غربي بغداد. وأقدم شخص مسلح يستقل دراجة نارية على قتل مواطن بعد أن فتح النار على عجلته، ما أسفر عن مقتله في الحال ضمن منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، مشيرا أنه تبين بعد ذلك أن الضحية هو المطرب العراقي الشاب براق المهنا. وأضافت التحقيقات أثبتت أن القاتل هو شقيق زوجة المجني عليه، وحسب المعلومات السبب يعود لخلافات عائلية، مردفا أن الجناة قاموا بضرب براق وكسر أسنانه ليردوه قتيلا بحادث غادر. وتم القبض على والد القاتل وزوجة المجني عليه، وذلك لكونهم هم من حرضوا على عملية القتل وقاموا بالاتصال به واستدعائه إلى منزلهم، موضحا أن قوى أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي. واشتهر الفنان العراقي بصوته قبل انتشار السوشيال ميديا بمقطع فيديو يؤدي في أغنية يا حريمة: ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.